هلو، معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. كنت بصور لكم فيديو قبل ده على الانستجرام، فهتلاقوني شويه بجلو كده عشان كنت برقص. النهارده الموضوع مهم جدا. ممكن يكون ولاد وبنات، وانا حابه بصراحه ولاد برضو يسمعوه لان هو هيفيد الاثنين. الموضوع النهارده عن ازاي حقيقتك ما تكونش مزيفه، وده بيبقى موجود في ولاد وبنات كتير، بالذات البنات اللي بيبقى عندها مشكله مع الحجاب او عندها مشكله ان هي طول الوقت بتتقمص دور عشان خاطر تتجوز، والراجل اللي بيتقمص دور عشان خاطر يليق بالاسره. وبيحصل بعد كده، عشان كده بنلاقي بعد كده الراجل بعد ما بيتجوز بيبقى بيخون مراته، ويفضل يعمل سكس اون شات، يعني بيكلم بناته ويعمل اونلاين فون سكس، ويكلم بناته ويعمل معاهم سكس على الشات، او بيقابل بنات وبيعمل في الريل لايف علاقات جنسيه. وبرده نفس الكلام البنات اللي هي بتقلع الحجاب في حته وبتلبسه في حته. الفيكنس ده او التزييف ده او اللي بيخلي الست تضطر ان هي للاسف تبقى بوشين او تبقى مش على حقيقتها، سواء بقى في الحجاب او في العلاقات برده. بس انا بقول هي اكتر حاجه بتبقى بارزه عند الرجاله في موضوع ان هي بعد ما بيتجوز بيحقق الجواز بيشوف واحده تانية او يكلم بنات تانية. نفس الكلام عند البنات، تلاقي نفسها بتلبس الحجاب ومقطعه فيه، او بتعمل حاجات بتبقى متدينه قوي وبتعمل مثلا عاده سريه، فتلاقي في انتقاد جامد او تناقض بين الاثنين. طيب انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا. لازم تعرفي كويس انه انتي لو قلعتي الحجاب او لو بقيتي على حقيقتك ورحتي قلتي ان انا هو الشخص المنفتح، انا هو الشخص اللي بيجرب، انا هو الشخص اللي لسه مش عارف هو عايز يتحجب ولا لا، هو عايز يغلط ولا لا، هو اكتفى من انه يجرب في الحياة ولا لا، اكتفى من الغلطات ولا لا. انتي لو الشخص اللي قرر يطلع ويقول ده ويتحرر، لان انا كنت بستراجل في الحجاب وكان عندي نفس المشكله، والموضوع مش دين، الموضوع مش بقول لك اقلعي الحجاب، والموضوع مش بقول لك البسي زيي ولا بقي زيي. الموضوع هو انه المجتمع بيساعد الانسان للاسف بالمعتقدات دي ان هو يبقى طول الوقت مزيف، ان هو طول الوقت ما يبقاش حقيقي مع اول حاجه بيعبدها وهي ربنا. ما ينفعش انا اكون متجوزه واحد وانا بقول له حاجه غير اللي جوايا، او بعمل له حاجه غير مش بنفس. دي حياه فاسده، اسمها حياه فاسده. لازم نسمي الحاجات باسميها، دي اسمها حياه فاسده. ما ينفعش انا ابقى علاقتي بربنا ان انا مسميه ان انا بعمل له، يعني لو انا متجوزه بعمل له الاكل والشرب وانا راجل مش طايقاه، مش طايقه اعيش معاه. دي مش عيشه. ما ينفعش تعاملي ربنا بنفس الموضوع. نفس الكلام لو انت راجل عايش مع الست بتاعتك ومش قادر تكون بتقول لها ان انت بتعمل ده، قول ان انت بتغلط، اطلع بره ده وقول ان انا لسه ما اكتشفتش من الحياه، ما اكتفتش ان انا اجرب، ما اكتفتش ان انا كنت عايز اعرف علاقات، مش متاكد ان انا خلاص بقيت اب ومعايا عيال، مش متاكد ان انا خلاص مش متاكد ان انا لسه ما جربتش الحياه. كتير قوي من الرجاله بيبقى عندهم مشكله انه مثلا مش عارف يتجوز لانه خايف يبقى زي الراجل اللي اتجوز وبيخون مراته، او اللي اتجوز ومش حاسس ان هي دي وخلاص قفلوا الباب على بعض. ليه الراجل ده بيحصل معاه كده، او ليه الراجل ده بيخاف بقى يوصل للمرحله دي؟ وبيعمل ايه؟ بيروح بقى يعرف بنات كتير ويفضل يعرف واحده ويقول لا انا هعرف اللي احلى منها، انا هعرف واحده واعرف الاجمد منها. مش عايز يستقر، بيخاف من الاستقرار لان هو شايف صاحبه اللي استقر بقى عامل ازاي. فبقى عندنا تشوه في المجتمع، بقى عندنا تشوه في الاستقرار النفسي. احنا مش هنستقر نفسيا سواء انت بالحجاب او لا، او بتعملي عاده سريه او لا. كل ده ما يعبكيش، صدقيني ما فيش اي حاجه تعيبك. لو عملتي علاقه جنسيه ما تعبكيش، وربنا ما نكركيش من الحياه. كان ربنا خسف بيك الارض كنت متي. يعني ادام انت عايشه، انت لسه ربنا جواكي، لسه احنا ربنا عايش جوانا، ربنا موجود جوانا، ربنا مدينا نور بتاعه. عشان كده احنا لما بنصلي، او عشان كده احنا لما بنروح نكلمه، لما انا بوصل معاه ان الصلاه اللي انا بقولها هي الصلاه بطريقتك، سواء ايا كانت الديانه او الكلام اللي بينك وبين ربنا. بتشحن ازاي؟ ما هو انت بتشحن عشان في لمبه جواك هي بتتشحن بالكهرباء الالهيه، بس مفيش كهرباء تاني بتتسمى كده غير بتاعته.
فلو انت عملتي اي حاجه من دي انت مش وحشه، انت بني ادمه عاديه، بس المجتمع علمك ان انت تبقي مزيفه وانت مش قادره تبقي مزيفه. فخليكي شجاعه وواجهي المجتمع وخليكي حقيقيه، وبطلي تعملي حاجة وعكسها طول الوقت، عشان ده هيأثر على جذبك لكل الحاجات اللي انت عايزة تعيشيها. انا محددة ان انا اعيش حياة فيها financial freedom او اللايف اوف ماي دريمز، اللي هي فيها كلها تجليات وكلها وسعة وكلها حب وكلها انسان بيحبني وانا عايشة معاه كويس وكلها استقرار نفسي. مش هتوصل لها لانه من جوه انا متناقضة، انا في حاجة وعكسها، انا في صراع جوايا، في قيم متضاربة. هوصل ازاي؟ ممكن تقولي لي هتوصلي ازاي؟ هتقولي لي هدير يعني كل المحجبات ما وصلوش للحياه دي. لا، انا ما بتكلمش على كده. المحجبات اللي عندهم اقتناع وما عندهمش تضارب في القيمه دي هتلاقي عندها تضارب في حاجه تانية. اللي ما عندهاش تضارب في القيمه دي هتوصل لحاجه وممكن حاجه تانية لا. لكن لو هي مش مشتغله على كذا جانب وعندها استقرار نفسي فيه، والمشكله عندها مش في الحجاب وعندها استقرار في جوانب كتير، ما عندهاش صراع، هتوصل طبعا. ليه لا؟ الموضوع مش بالشكل. الموضوع انا بتكلم جوه الصراع عندك على ايه. ممكن واحده تبقى منقبه ومحجبه وعندها استقرار في الجنس، يعني مش عايزه تقلع الحجاب عادي، بس هي مش متصالحه مع جسمها مثلا وعايزه تبقى بتعمل العلاقات الجنسيه كتير ومتردده انه ده هيخليها شكلها مش حلو مع الناس. يعني عندها ايشو تاني غير موضوع الحجاب خالص. هي مقتنعه ان هي يعني المود بتاعها جاي مع الحجاب عادي، ملهاش دعوه. للراجل اللي اتجوز وبيعاني من ده، او للراجل اللي ما اتجوزش وخايف يستقر لانه الجواز بالنسبه له بقى مشوه، انا بقول لك الجواز ده احلى حاجه في الدنيا، وانه وفي راجل وست بيتقفل عليهم الباب وما بيبقاش عينيهم باصه لبره. وانا بقول لك من اكسبيرينس واقعيه وبطمنك انك عادي هتوصل لده، بس اسعى ان انت توقف الخوف. اول حاجه توقف الخوف، توقف الافكار اللي بتخوفك، انتبه طول الوقت ايه السيناريو اللي بيجي في دماغك يخوفك. 2 اسعى ان انت دايما تكلم نفسك انه اختبارك غير اختبار غيرك. انا مش هاخد اختبار حد. بابايا طول العمر بيتخانق مع مامتي، انا مش هاخد اختباره. ف2 انك تطمن نفسك وانك تعرف انك هتختار اختبار غير الناس. يعني انا هم حصل لهم كده، انا مش هيحصل لي. يحصل لي ليه؟ ولو حصل لي هستفيد منه. لازم توقف الخوف، الصوت اللي بيخوفك. 3 حاجه محتاج تعملها ومحتاجه تعمليها، انكم يا جماعه تبقوا على حقيقتكم. لما تقعد مع حد قول له انا بحب السكس مثلا، انا بحب اخرج كتير، انا لسه ما اكتفيتش من الحياه، انا مش متاكد ان انا عايزه استقر، بس انا عايزه اتعرف عليكي ويمكن اخد معاكي خطوه، بس انا مش عارف. قولوا التضارب بتاعكم، اتكلموا عليه، قولوا ان انتوا بتشتغلوا عليه، وقولوا ان انتوا مفيش مشكله من ده، انتوا متصالحين مع ده، فتصالح مع التضارب وقوله واتكلم عنه. لانك لما بتتكلم عنه بتساعد نفسك انك تتصالح مع نفسك، بدل ما تفضل تظهر انك قوي وانك واصل لحته كويسه وانك ثابت. الثبات دايما بيفسد اكتر، لانه الثبات ما بيوديكش للتغيير، والانسان متغير. الانسان لازم يتغير طول الوقت ويستمتع بالتغيير. يا رب الفيديو يكون فادك، واشوفك في فيديو تاني. وما تنساش لو احتجت اي نوع من انواع الدعم هتلاقي عندنا دعم كتير من الكوتشز اللي موجودين في التيم، او مني انا شخصيا، او من الكورسات الاونلاين اللي انت ممكن تاخدها. ممكن تدخل على الانستجرام وهتلاقي في البايو اللينك اللي يوصلك بينا على طول بالكاستمر سيرفيس. اشوفك في فيديو تاني. باي باي.